رغم كل المحاولات التي قام بها نظام المخزن من أجل تقديم صورة سيئة عن شان الجزائر للتأثير سلبا على فرص احتضان الجزائر لكان 2025، تلقى لقجع وحاشيته في المغرب ضربة موجعة تؤكد نجاح الجزائر وقدرتها على تنظيم أقوى التظاهرات الكروية، حيث نشر السفير الكندي في الجزائر مقطع فيديو من مدرجات ملعب نيلسون مانديلا مرتديا قميص الخضر أثناء عزف النشيد الوطني خلال المباراة التي جمعت الجزائر والموزمبيق، مؤكدا أن الجزائر قد أبدعت في تنظيم الشان مع الثناء على المنتخب والملعب والجمهور حسب ما نشره في تويتر. ويعد ما قام به السفير الكندي بصفته شخصية دبلوماسية سابقة في تاريخ التظاهرات الرياضية التي تحتضنها الجزائر.